أنباء عن اعتقال المؤثرة الجزائرية دنيا الصيفية. حاليا وفي الجزائر موجة من الاعتقالات طالت العديد من المؤثرات الجزائريات، أولهم شيراز العنابية وضالي حسين، ومؤخرا وحيدة قروج. والآن أخبار متداولة عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي في الجزائر تتداول خبر اعتقال المؤثرة دنيا الصيفية بعد نشرها عدة فيديوهات تخدش فيها الحياء العام وتروج للدعارة بطريقة أو بأخرى. تداولت صفحات إخبارية في الجزائر عبر منصات التواصل الاجتماعي إنستغرام، فيسبوك، يوتيوب، وحتى على التيك توك أن مصالح مكافحة الجريمة الإلكترونية للدرك الوطني بولاية سطيف يعتقل المؤثرة الجزائرية المسماة دنيا رياش صاحبة 26 عاما، والمدعوة بدنيا الصيفية، صبيحة يوم الخميس 27 من فيفري، ووضعها رهن الحبس المؤقت لحين موعد مثولها أمام وكيل الجمهورية بولاية الصيف للتحقيق معها في عدة قضايا، منها خدش الحياء العام، الدعارة الإلكترونية، والترويج للفسق عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي. وتبقى كل هذه الأخبار مجرد إشاعات لحين ثبوت أو نفي الخبر حول المؤثرة دنيا رياش المدعوة دنيا الصيفية. كنت مع إلياس الجزائري، اشتركوا في القناة وفعلوا الجرس لكي يصلكم كل جديد، ولا تنسوا ترك تعليق لوضع رأيكم حول هذه القضية ورأيكم عبر هذه الموجة التي تطال مؤثرات جزائريات ويتم اعتقالهن بسبب تصرفاتهن أو نشر فيديوهات مخلة بالحياة عبر حساباتهن عبر مواقع التواصل الاجتماعي. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وإلى اللقاء.